بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم وصوم مفطر على خير. الليله مرحبا بكم في حلقه جديده من دردشه قرنفلي مع الزول الجميل ماهر سامي. حبيبي يا انور، حبيبنا رمضان كريم يا صوم وتفطر على خير ان شاء السنه الله. الجايه زي ما داير. لكن اتاخرت علي، خليتني المشكله خليتك تلعب وتاخذ راحتك وبعد ما وطلعت مجنين. ما في سكور بعد. امورك ان شاء الله انا تمام، انت كيف؟ كويس الحمد لله. الله يديك العافيه. الزول الجميل شديد والزول الغناي حبيبي يا الله يكرمك. ماهر سامي ذا فويس، طوالي بتيجي معاه ذا فويس. رامبو السوداني. ايوه الرامبو السوداني. فانا داير اعرف ماهر سامي، الغنى اللي ظهرت في ذا فويس ده غنى كبير شديد، فكونك انت تكون بديت الغنى في لحظه دخلت ذا فويس دي من المستحيلات. قبل ذا فويس كنت وين؟ والله قبل ذا فويس كانت في، ما اقدر اقول لك محاولات، لكن حاجه كده على استحياء. قبل ذا فويس كنت بغني الغنى الطبيعي العادي في حفلات اعراس، حين بتاعت عدادات زول قريبة. عدادات. زائدا انه كنت بشتغل اعلانات، فاشتغلت اعلانات في شركه، انا دي كانت واحده من الحاجات اللي توفقت فيها. اشتغلت في شركه اسمها اتش برو، من اكبر شركات الاعلانات الصوتيه. تمام، اعلانات لشركات كبيره شديد بدون ذكر اسامي. وواحده من الاعلانات الشهيره اللي كانت اشتغلتها ارض الجمال والخير، ارض ايوه السمر ايوه، والحضاره. اعلان كبير جدا جدا معروف، السودان كله حفظه. دي كانت ثيم لوثائقي دوكيومنتري ارض الصور. الحاجه دي شجعتني انه انا افكر امشي لقدام، وذا فويس كان بالنسبه لي خطوه يعني، او هدف، حاجه في نص خطوه المشوار. جميله، راضي تماما عن ادائك فيها اكيد. مهما كانت الحسابات شنو التفاصيل شنو. لا، في النهايه هو الغرض منها كان انه الظهور والانتشار، يتعرف على ثقافه جديده، يخوض تجربه جديده، والحمد لله كانت موفقه. طيب ظهرت في ذا فويس بالغنى الغربي، جيت حسي خشيت سوق الاغاني وسوق الحفلات من قبل تقول لي العدادات. العدادات دي قدرت تواكب وتخش؟ والله اي، ما هو انا اصلا لما ظهوري في ذا فويس ما كان حصري على غنى انجليزي، يعني انا غنيت سوداني. اشتغلت سوداني. ايوه اغنيتين سودانيات. المنبو الاولى السوداني، المنبو السوداني، وليه يا حب لاستاذ مصطفى مضوي. غير كده قبالة اصلا انا لما بديت كنت بشتغل عدادات يعني، فيمكن بس دي كانت عملت لبس للناس شويه في انه ده الزول اللي ظهر بغني انجليزي ده بالطريقه دي. يعني. أيوة. ليه هسه انا بكون شغال حفله، يمكن انت اول مره شفتني. أيوة. الموضوع ده لبشك شويه شديد. بتشوف ده بتاع ذا فويس بتاع الانجليزي، هي بتلقاني شغال قدر يغني بالطريقه الغنى دي السوداني بالتفاصيل. العادي بتاع الحفله. فدي عملت للناس لبس، لكن يعني اصلا غنى الحفلات ده بقول بدايه. ما مشكله نقول نقله من ذا فويس جيت للغنى الكبير، بعد شويه غنى الحفلات ده طبعا بيختلف يا معي تماما. التفاصيل بتاعته، الدخله السريعه دي، حاسس انه مثلا مشيت تجاه زول معين، في زول اثر فيك في التفاصيل دي، في زول دعمك. ما هو لازم زول يقوم يقيف معاك يقول لك يا ماهر اذا تخش سوق العدادات خش بالغنى ده. والله الموضوع ما كان كده، لكن انا اي زول بلاقيه انا بعتبر نفسي ما زلت في بدايه الطريق، فبقبل كنت النصيحه من اي زول، بل انا كنت بطلبه وبسالها. يعني في ناس كثير جدا كنت بسالهم يعني رايك شنو في الاغنيه دي، طيب الاختيارات دي. من ضمنهم اخوي محمد حسين ميمي. يا سلام. سامي عز الدين برضه. ان شاء الله يكونوا سامعين الاثنين ونقولوا رمضان كان كريم. عندهم دور كبير جدا في مساله اختيارات، في حاجات، في فنانين برضه كان بيقدموا لي دعم قد يكون هو بسيط او حاجه زي ما بحسها، لكن مثلا زي شكر الله عز الدين، من هنا انا بحييه، يعني بيكون حريص انه لما مثلا نتلاقى في مناسبه حاجه يناديني مخصوص عشان اجي اغني. لقيت داعمين يعني انك تخش مجال وانا من الناس اللي حضرت لك حفلات يعني. ما شاء الله سواقه جد. زول اختياراتك جميله، ايقاعك سريع، بتقدر تحرك الحفله، بتحس انه من الحفله تختار للناس زي شنو تغني لهم. اكيد اكيد. فدائما بيلقى الحفله رابه. يلا هي الحاجه دي، ما يلا دي هي الاكسبيرينس اللي بتاخذها من الفنانين اللي اكبر منهم، اللي هو نحن بنقول على سواقه الحفله. انك تعرف تقرا الحفله كيف، تقرا شكل الناس، يا نوع غنى بناسبهم. الرجال الكبار اكثر ولا الشباب أيوة. اكثر، السيره السريعه كده، المنطقه ذاتها المعموله فيها الحفله. في الحاجه دي بتفرق في اختيارات كثيره شديده يعني. مرات في اغنيه واحده انت ممكن تغنيها هي تغير مود الحفله صح. 180 درجه. ليه؟ لانه الاغنيه دي هبشت حاجه فيهم، ذكرتهم بفنان يعني. صح. واحده من المواقف اللي انا لسه عالقه في ذهني، مره بديت حفله باغنيه نور العين. يا سلام. ففي مره كانت بتبكي، قمت بعد الحفله مشيت لها قلت لها امي مالك؟ قالت لي ذكرتني المرحوم راجلي، لانه عرسنا غنى فيه وردي، واول اغنيه غنى بدا سلام. يا سلام. فالحاجه دي يا سلام. كانت لحظه أيوة. جميله هو شديد. كونك
ترضي يعني كميه من الاجيال دي حاجه ما سهله. انت اشتغلت هنا واشتغلت هنا واشتغلت هنا وما شاء الله عيننا بارده زي ما بيقولوا، ماشي في المجال بصوره جميله جدا. لكن من قرايتك للوسط العام الفني في حاجات ظهرت ممكن تحس انها هي سلبيه، تفاصيل ما ظابطه، دورك انت كفنان في الحاجه دي شنو؟ والله بكل صراحه بكل وضوح، انا كفنان مغلوب على امري، ما عندي دور انا بقدر اقدم غير انه انا اقدم ماده. ممكن تنتج. ايوه انا اقدم، جايك في الكلام، الا اقدم انا ماده احس من خلالها انه انا بقدم حاجه مرضيه ترتقي بالناس شويه يعني. بالسمع بقى في والذوق. مفهوم ذهني الان عند الناس انه انت عشان تمرق اغنيه وتنجح والناس تغنيها وتمشي في الحفلات والناس تحبك بها، الا تكون هي دون المستوى في الكلمات او هي ماشيه على تراك او نهج معين. لكن ما شرط يعني. انا الحمد لله توفقت في انه انتجت عمل نزل العام الماضي. هي اغنيه من كلمات الشاعر الصديق اشرف على الله، اسمها الكلام بالعيون حلو. ايوه. الاغنيه دي فرقت معي كثير شديد في انه بدل ما كنت ماهر بتاع ذا فويس او رامبو السوداني بقيت نقلتك ماهر بتاع الكلام بالعيون حلو. ايوه. احساس انه انت فنان بتغني في اغنيه ثبت والناس في الصاله حاجاتك. كلهم بيغنوا معاك فيها. أيوة. ده احساس جميل. والحمد لله الاغنيه ما فيها لفظ خادش، ما فيها مزيكا اقل من المستوى، بالعكس عمل جميل، عمل انا فخور به شديد. وفي نفس الوقت انا حسيت انه هو ارتقى بشكل المزيكا العامه شويه. أيوة. يعني في نص جوطه اعمال كثير وقدرت تعمل جداً. رساله. اي والحمد لله. طيب يعني من ظل الحياه الموجوده حسي في اغاني ترندات زي ما بيقولوا وصلت، انا بحس انه رايك فيها هي من شكل مزيكا ولا من شكل كلمات؟ يعني مثلا شكرا الله عز الدين الليله بالليل انا بعتبرها اغنيه وصلت العالميه. ايوه الفهم فيها هي كلامها عادي، مزيكتها مختلفه. هل ترديد الكلام ده هي اللي وصلها سريع؟ يعني زي المامبو السوداني. ايوه. دائما في قاعده، انت لما تكون داير توصل حاجه لزول بتشوف اسهل طريقه واكثر طريقه ممكن تاثر فيه. الحاجه دي بيستخدموها ناس التسويق، بيستخدموا علم النفس المعاكس عشان يقدروا يوصلوا رسالتهم بشكل بسيط بدون ما يكون الموضوع ظاهر انه فيه بوشنج لك. ايوه. ففي الغنى نفس الحكايه، دائما الغنيه اللي بتمشي واللي بتبقى ترند هي اللي بتكون متوفر فيها عنصر الحاجه تكون بسيطه سواء كانت كلمه او جمله لحنيه، في نفس الوقت تكون مختلفه. واكبر دليل هسه عالميا الغنى اللي بقى منتشر وماشي الافروبيت. ايوه. يعني بتلقى الغنى الافروبيت بقى ماشي شديد. ليه؟ لانه الجمل اللحنيه حقته بسيطه ما معقده، في نفس الوقت غريبه على الناس. نفس الحكايه زي اغنيه الليله بالليل من الاغاني اللي نجحت شديد في السودان، لكن نجاحها على مستوى الوطن العربي كان اكبر. أيوة. ليه؟ لانه بتلقى انه المصطلح بسيط والجمله اللحنيه لذيذه بتصل سريع بيقدر يرددها برضه. فانا حتى لما كنت بتكلم في انه نحن نطلع الغنى برا كيف او غنانا السوداني يمشي كيف، داير الحاجات دي انه نحن ما نصعب الالحان، لانه الحاننا شويه في ناس غيرنا بيسمعوا الحاننا دي شويه صعبه عليهم. صعب. يعني زي لما تجيب لك خواجه وتاكله تقليب القراص الموضوع ده بيبقى على معدته عصار شويه. ايوه كده. صعبه لكن لو او تدي جرعات تدي سامبلز بسيطه شويه عشان هو يقدر يتقبل الحاجه دي في البدايه، حتى بعد ذاك انت شنو تحاول تزيد من الليفل بتاع الصعوبه او من الليفل التعمق او كده. سعيدنا بك جدا جدا يا ماهر. انا مبسوط جدا. كل عام وانتم بخير، والسنه الجايه زي ما بيقولوا يكون عندك 4 اغنيات ترند. انت بدل الاغنيه خليهم 4 عربات. والمشاهد الكريم ذاته سمعوا لنا حاجه كدندنه منك لرمضان ده. حاجه من اغنيتي ذات اللي قلت عليها جدا. عيني مع عينيك يا القمر يتواصل وصحي النظرات بالقلب والكلام بالعيون حلو والكلام بالعيون حلو. السلام عليكم حبيبي يا اخي ماهر. ناسب الزول انا غلبته بالجيم بس وما ادري اعترف شرفتنا بالحاجه شديد، ورمضان كريم وصوم تفطر على خير يا ماهر. وانت طيب يا الله يديك العافيه. شكرا لك. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، لحد ما نلقاكم في حلقه جديده.